بسم الله الرحمن الرحيم. هنبتدي النهارده مع أولى محاضرات سلسلة Interpretations in Clinical Laboratory Test. واحدة من أهم البيكس المهمة جدا في شغلنا كصيادلة كلينيكيين، من غير ما أنا أكون أوير إن أنا زي إن أنا أتعلم إن أنا أعمل Interpretations لللابوراتوري تيست، مش هعرف إن أنا أحكم على الحالة ولا أعرف إن أنا أعمل كيس أناليسيز، وبالتالي الكلينيكال ريكومنديشن بتاعتي هتبقى inaccurate. زي ما احنا كنا واخدين قاعده عامه كده، ان انا زي ان انا اعمل كيس اناليسيس، ان انا ما ينفعش ان انا اعمل اناليسيس للكيس او ان انا اقول الريكومنديشن غير لما اكون عامله كومبليت داتا كوليكشنز. اهم واول خطوه في شغلنا كصيدلي كلينيكي، لو ما اتعملتش بالطريقه الصح او ان انا عملت توتال داتا كوليكشن، هيبقى النتيجه بتاعه الكيس اناليسيس اللي انا عملتها هتبقى inaccurate. مش بس الداتا كوليكشن ان انا بعمل ديموغرافيك داتا، او ان انا بشوف الميديكيشن اللي البيشنت يكون ماشي عليها، ومجرد ان انا اشوف بس الدايجنوستس ايه يبقى الميديكيشن، وان انا اعمل دوز ادجستمنت او الميديكيشن دوت الدوز صح او بيتاخد بالانترفال صح، واقول ان انا كده خلاص انا خلصت شغلي ككلينيكال فارماسيست. ولكن لا خالص، انا بعمل داتا كوليكشن كومبليت داتا كوليكشن، ديموغرافيك داتا، الباست ميديكال هيستوري، الباست ميديكيشن هيستوري، الدايجنوزس، ازاي البلان اوف كير علشان ان انا احطها، او ايه هو خطة العلاج اللي المفروض ان هي تتحط بناء على الفيتال ساينز بتاعت العيان، بناء على اللاب تيست الريزلتس بتاعت العيان، الكالتشرز بتاعت البيشنت، كل الفيزيكال اكزامينيشن او الانفستيجيشنز اللي حصلت للبيشنت، بيبقى بجمع كل الداتا ديت وبعمل اناليسيز للكيس، علشان خاطر ان انا لما اجي اقول الريكومنديشن بتاعتي تكون ايفيدنس بيزد وتكون صح. ما ينفعش ان انا اقول الريكومنديشن بتاعتي ان انا معلومه صح كايفيدنس بيزد، ولكن ان انا اكون بعيده كل البعد على عن الكلينيكال كونديشن بتاعت العيان. يعني في كتير ممكن ان هو يدخل للفيزيشن ويجي يقول له ان انا عايزه اغير الدواء ده، من غير ما يبص على اللاب ريبورت، او ان هو اللاب تيست بتاع البيشنت، او من غير ما يكون اوير بالكلينيكال كونديشن بتاعت العيان. صدقوني ده بتبقى بوينت مهمه جدا، انك ازاي ان انت تحط المعلومه بتاعتك اللي هي صح، ولكن توظفها على البيشنت الصح و according to الايه كلينيكال كونديشن. بداية كده في اللاب انتربريتيشنز هنقول بس مقدمة النهاردة كده، هتكون مقدمة ولكن هتكون مهمة جدا، لأن هيبقى فيها التريكات اللي احنا هنمشي عليها بقى، وتكون قاعدة معانا وأنا بحكم في اللاب ريزلتس، أو إن أنا هقول هعرف إزاي إن أنا أقرأ الريبورت إزاي، أو إن أنا بيكون عيني على إيه، أخد بالي من إيه، أتأكد إزاي ان التست دوت ان هو بيكون صح ولا لا، الريزلتس اللي طالعه ديت اخد بيها ولا انا اعمل لها اجنورنج. تمام، فالمحاضره ديت مهمه جدا، لان ديت هنحط عليها البيز اللي هنمشي عليها طول السلسله بتاعه اللابوراتوري انتربريتيشنز. ايه هو اللاب تيست؟ اللاب تيست دوت بيكون عباره عن ايه؟ ان انا بعمل تشيك للسامبل، ان هو بيتاخد سامبل من جسم الانسان، تمام، سواء كانت السامبل ديت بقى بلاد، سواء كانت يورين، سواء كان بادي فلويد، سواء كان تيشو، تمام، علشان خاطر ان هو يعمل learning about الايه about your health. تمام، يبقى انا بشوف تقريبا الهيلث بتاع البيرسون ده بيكون عباره عن ايه. طيب السامبل دي بتروح لللاب، وبعد كده بيبقى فيه بروفيشنالز او هيلث كير بروفيشنالز، هو بيعمل تيستنج للسامبل ديت، وبعد كده بيطلع لي الريزلت. يعني بيبقى بعض الريزلتس ديت ان هي بتكون زي ما احنا هنشوف، ان هي بتعرفني ان الديزيز دوت موجود ولا لا، او في كونديشن معينه او لا، او بيخبرني، بيبقى معلومه على الهيلث كونديشن بشكل عام. زي مثلا البريجنانسي تيست، هي بتعرف ان الفيميل ديت بريجنانت اور نوت، يبقى دي كده بيديني ايه معلومه. او ممكن يبقى يديني جنرال انفورميشن عن الايه الهيلث كونديشن بتاعه الشخص ده، او يا اما ممكن يكون في possible problems عند الشخص دوت، وان انا محتاج مني ان انا اعمل مثلا further ايه investigation. طيب حاجة مهمة جدا جدا، ان انا ما ينفعش ان انا اعتمد على ارقام. يعني never ever
ان حد يدي لك مثلا لاب ريبورت، لاب تيست مثلا ريبورت، ويجي يقول لك دكتور مثلا شوف لي الريبورت ده ايه، شوف لي العيان دوت ان هو عنده ايه، او الشخص دوت عنده ايه، من غير ما يكون عندك داتا عن الشخص ده. يبقى ما ينفعش ان حد يجي مثلا يقول لك مثلا اقرا لي التحليل ده من غير ما انت تيجي تساله طيب هو الشخص اللي عمل التحليل ده عمله ليه؟ طب هو بيعاني من ايه؟ طب هو عنده ايه؟ طب هو بيعاني من امراض تانية مثلا؟ طب هو عامل التست ده؟ طب مين اللي طلب منه التست ده؟ فلازم يكون في البيكتشرز كلها، او البيكتشر تكون الصورة تكون كاملة متكاملة. يبقى انا دايما كقاعدة احنا كشغلنا ككلينيكال، وحتى كمان في الفيزيشن we do not treat number, we treat patient. خلاص، يبقى انا مش بمشي ورا ارقام، ده الرقم ده مثلا التست طالع كذا يبقى الحق ده العيان ده مثلا خلاص ده كرونيك ليفر ديزيز، او ده مثلا عنده ده مريض كبد فخلاص كده. او ان انا مثلا اشوف رقم معين يبقى انا ادي اصدر الايه الحكم بتاعي. زيها زي برضو الايه الكالتشرز، ان انا ما ينفعش ان انا تتبعت لي كالتشرز كده من غير ما انا اسال على الكلينيكال كونديشن بتاعت العيان، وهو بياخد ايه، وهو الوضع الكلينيكال بتاعه ايه. يبقى لازم علشان خاطر ان انا او اوصل للصوره كامله، ما بعتمدش على التيست بس، ولكن بيكون في مثلا التيست بلس information from your physical exam، بيتعمل له physical examination، بيتعمل له مثلا health history، في family history، بعض مثلا sometimes اللي هو الايميجنج تيست مثلا زي الاكس راي فور اكزامبل. مثلا لو اتبعت تيست مثلا ولقى في التي ال سي بتاعت العيان ديت عاليه، خلاص فالتي ال سي عالي، طيب بيرجع بقى الفيزيشن بيرجع ليه البيشنت، طب ايه هو مثلا ميبي يكون التي ال سي تكون عاليه، او توتال ليكوسيتيك كاونت او الوايت بيسيز مثلا تكون عاليه، ميبي تكون انفكشن، ولكن ان انا ما اقدرش ان انا اجزم كونفيرم ان هي انفكشن. بس بيرجع ان هو ادي كده تي ال سي عاليه بلس ان هو يعمل له فيزيكال اكزامينيشن، فهيلاقي مثلا ان الشيست بيكون ويزي، او مثلا الشيست فيه كريبيتيشن، او العيان دوت مثلا بيكون هايبوكسيك، فهيطلب حاجه تانية فurther انفستيجيشن تاني مثلا زي الاكس راي، فيجي يقول لك لا ده انا شايف مثلا نيمونيك باتش في الاكس راي، فدوت بيكون سسبكتد ان هو ايه، او ان البيشنت دوت بيكون ايه نيمونيا، يبقى مثلا تي ال سي ديت ان هي تكون عاليه مثلا، ممكن تكون اللي هي ايه كونفيرم ان هي ايه انفكشن. خلاص، لكن لو طلع الحاجات دي كلها ان هو نوت هايبوكسيك والكلينيكال كونديشن بتاعته بتكون كويسه، ممكن يكون ايه حاجه مثلا اسباب تانية، فاحنا بنشوف ورا بنمشي ورا الاسباب التانية لغايه لما اوصل للصوره كامله. يبقى انا ما ينفعش ان انا اعتمد على اللاب تيست وانا الريبورت في ايديا كده واجي اقول لا ده عيان ليفر، ده عيان كدني، ده عيان مثلا ده عنده انفكشن، ده تي ال سي مثلا 12 او 13. لا، يبقى انا لازم ان انا ابص للبيشنت او للشخص اللي عامل اللاب تيست ده كحاجه توتال تمام، علشان خاطر ان انا اوصل ليه النتيجة صح. طيب هنشوف بعض بعض بقى كده التعريفات او بعض المصطلحات، بحيث ان احنا لما نكون خلاص بقى ان انا بتعامل مع اللاب ريبورت، حد كلمك في حاجة، او ان حد مثلا سألك ايه الفرق ما بين ده او بين ده، او حتى كمان وانا بقراه في ريبورت ان احنا هنكون ايه هنكون فاهمين بمنتهى البساطة خالص. في حاجة اسمها انالايت، الانالايت دوت اللي هو السبستانس ميجرد، دي المادة اللي بتتقاس، ولكن المادة ديت بتكون طبيعي موجودة في جسمنا. خلاص، فاحنا بنقيسها علشان خاطر ان احنا نعرف مثلا هل الماده دي موجوده، اللي هي موجوده طبيعي مثلا في جسمي، هل هي مثلا موجوده في النورمال، او مثلا الريفرنس رينج، ولا موجوده مثلا ابنورمال عاليه قوي او قليله قوي، او ديت كده مثلا الرقم اللي طالع دوت ان انا اعمل له انتربريتيشن علشان خاطر ان انا اشوف انديكيتد لايه. او ممكن يكون الانالايت دوت هي ماده انا بقيسها، يعني ماده مثلا زي دواء هو بيتاخد، انا بقيس مثلا ماده اللي هو الدواء ده مثلا زي تركيزه ايه موجود في الدم، علشان اعرف ان هو هل هو كده within therapeutic range، ولا هو مثلا في التوكسيك رينج، ولا هو sub therapeutic. فور اكزامبل مثلا زي الفينايتوين، البيشنت ده بيكون الفينايتوين من الادويه اللي هي بتكون نارو ثيرابيوتيك اندكس، فلازم ان انا اتابع بيه السيروم ليفل. وزي برضو الكالسيوم دوت عادي ماده موجوده في جسمنا، ولكن ان انا بقيس علشان اشوف هل انا within ريفرنس رينج، او ان انا نورمال او هايبوكالسيميا او هايبر كالسيميا. ولكن الانالايت او السبستانس دي لما بتكون موجوده
دايما ما بتبقاش موجوده مثلا في فورم واحده. يبقى دي كده مثلا ان هي هي حاجه مثلا الكالسيوم يبقى مثلا تحليل كالسيوم واحد. تمام. ولو انتوا فاكرين ان احنا في محاضره الروائع الميد كالك واحنا بنشوف استخدام الكالكوليشنز او الميديكال كالكوليشنز، فاكرين لما كنت بقول لكم ان انا الكالسيوم دايما ان انا بشوف عيني على القلب يمين علشان ان انا احسب الايه الكوريكتد كالسيوم. طيب بيرجع السبب دوت ليه؟ ان في بعض السبستانس زي مثلا الفينايتوين والكالسيوم هي بيبقى هايلي بروتين باوندد. يعني لما بتيجي تدخل بيبقى نسبه كبيره ان هي بتمسك في البروتين، والموست كومن بروتين اللي هو بيعمل باوندنج لبعض السبستانس هو الالبومين. خلاص. فبيبقى نتيجه لكده ان الكالسيوم والفينايتوين على سبيل المثال بيبقى في منه جزء باوندد، والدوت الجزء اللي بيبقى الكبير، وجزء تاني بيبقى الايه الانباوندد. الجزء الباوندد ده بيبقى الايه الانكتيف فورم، والجزء الانباوندد او الفري دوت بيبقى الايه الاكتيف فورم. موستلي دايما التيست هيطلع لك التوتال. يعني انا لما اجي ان انا اقول مثلا اعمل لي الكالسيوم او الكالسيوم بتاع العيان دوت ايه، هتلاقيه مثلا التوتال ايه التوتال كالسيوم تمام دوت اللي هو الباوندد والانباوندد اللي هو الاكتيف فورم والانكتيف الانكتيف اكتيف فورم. طيب وده بيبقى ليه ريفرنس رينج معين. يعني مثلا هتلاقي التوتال كالسيوم من 8 ونص ل 10 او من 9 ل 10 ونص على حسب الايه الريفرنس رينج زي ما احنا ايه هنقولها كمان شويه. ولكن ممكن ان انت تطلب الاناكتيف فورم او اللي هو سوري الاكتيف فورم اللي هو الفري باي نيم اللي هو مثلا في الكالسيوم بيسمى الايه الايونايزد فورم. يعني لما تيجي فاكرين لما احنا كده قلنا ان لو البيشنت دوت الالبومين بتاعه هايبو البيومينيميا ان انا بعمل كوريكشن للكالسيوم. تمام. كوريكتد كالسيوم ان انا بشوف الكوريكتد كالسيوم ازاي، او الافضل ان انا بشوف الايه الايونايزد كالسيوم. وده اللي هو الموست كومن او الموست تراستد وان ان انا بعتمد عليه في الكريتيكالي البيشنت. فور اكزامبل الريفرنس رينج من الفينايتوين التوتال من 10 ل 20 مايك بير ملي، و1 ل 2 مايك بير ملي دوت للايه للفري. شوف ادي كده الريفرنس رينج مختلف تماما ما بين التوتال وما بين اللي هو الايه الفري. طيب تعالوا ناخدها كده في الكالسيوم. هتلاقي مثلا من 9.2 ل 11 ملي جرام بر ديسي لتر، بتختلف من لاب للاب تاني وهنقولها في الريفرنس رينج ده كده التوتال. ولكن الفري تمام اللي هو كولد الايونايزد كالسيوم من 4 ل 4.8 من 10 مللي جرام بر دي سي لتر. تمام. ودوت اللي انا بعتمد عليه ميلي في الكريتيكالي البيشنت او دوت بيكون اللي هو الايه الادق. يبقى الانالايتس ده ممكن تكون ماده، يعني هو ممكن ان هي تطلع كتوتال او يا اما ان هي بتطلع ان اكتف وان اكتف او فري او توتال. بعض السبستانس او الانالايتس برضو ممكن بتكون موجوده في فورمز معينه او مختلفه، زي مثلا البيليروبين. عندك التوتال بيليروبين اهي نفس الماده، كونجوجيتد بيليروبين هو برضو نفسها، ولكن بيبقى فيه برضو ديفرنت فورمز، وكل فورم بتدل على حاجه معينه وهنبقى نقولها. والانكونجوجيتد او اللي هو الايه الاندايركت. فدايما ان انت هتلاقي مثلا في البيليروبين، طب البيليروبين اللي طالع دوت ايه، يبقى انا انت دايما بتحدد مثلا عايز التوتال بيليروبين كام، يبقى الدايركت كام، الاندايركت كام. يبقى دي كلها بتندرج تحت كلمه الايه الانالايتس. ايه الفرق ما بين الانالايت والبايوماركر؟ البايوماركر هو عباره عن انديكيتور ده defined by الاف دي اي تمام، وقال لك ان هو عباره عن انديكيتور مؤشر لوجود مرض معين. خلاص. يبقى معنى كده ان البايوماركرز دوت هو مش شرط ان هو بيكون موجود في جسمي، ولكن ده لو كان موجود دوت بيكون انديكيشن ان في ديزيز معين موجود في الجسم. تمام. او يا اما ان هو بيعرف لي ان الديزيز دوت موجود ولا لا، او يا اما السيفيريتي بتاعت الديزيز ديت قد ايه، البروجنوزس بتاع الديزيز دوت يا اما في جود بروجنوزس او باد بروجنوزس، الستيجز بتاعه الديزيز ده ايه، او يا اما الريسبونس للانترفنشن او ثيرابيوتيك انترفنشن اللي ايه اللي البيشنت ان هو خدها. فور اكزامبل زي التيومر ماركر مثلا زي البروستات سبيسيفيك انتيجين مثلا البي اس اي دوت بيكون انديكيتور للبروستات ايه البروستات كانسر. يبقى لما دايما ان احنا نيجي نقول مثلا ده اتعمل له تيومر ماركر وطلعت ايه طلعت بوزيتيف، التيومر ماركر مثلا طلع برقم معين، خلاص يبقى ده انديكيتد ان في كانسر. طيب هل معنى كده ان انا انديكيتد في كانسر ولا لا؟ طيب هو خد مثلا طيب الكانسر في انهي مرحله؟ على حسب الرقم. مثلا لما بيكون الرقم مثلا عالي او على حسب الرقم مثلا رقم معين، يبقى ده الستيج 1 بيبقى من رقم كام لكام، الستيج 2 من كام لكام، الستيج 3 اند سو اون. يبقى ده كده بيعرفني ان الديزيز موجود ولا لا، والستيج بتاع الديزيز دوت هو في انهي ستيج.
طيب البيشنت ده خد كيموثيرابي، يبقى انا بقى بشوف استجابته للكيموثيرابي، هل هو الرقم او التيومر ماركر دوت قل ولا لا. تمام. طيب اختفى ولا لا، معنى كده ان هو خلاص ان الديزيز ايه كيورد. طيب هل هو رجع تاني بعد ما اختفى، يبقى حصل ايه، حصل ريكارنس تاني للديزيز، يبقى ده البايو ايه البايو ماركر. برضو من ضمن البايو ماركرز برضو ممكن يكون في اركومن لابوراتوري بارامترز، فور اكزامبل مثلا اللي هو الهيموجلوبين اي1 سي او الجلايكوزيليتد هيموجلوبين دوت، بيعمل الافريج او بيعمل اسيس للافريج اوف بلاد شوجرز في اخر 3 شهور، علشان خاطر ان انا اعرف هل البيشنت ده كان كومبلاينس للعلاج ولا لا. طب العلاج دوت جايب معاه نتيجه ولا لا، ان انا اغير العلاج ولا لا، ازود الدوز او اقلل الدوز اند ايه اند سو اون. طيب في حاجه اسمها النون انفيسيف فيرسس انفيسيف تيست. ايه الفرق ما بين الاثنين؟ قاعده عامه كده، انفيزيف يعني ايه، بتعمل بنتريشن للسكن، اي حاجه اخترقت السكن يبقى ده كده انفيزيف. فالنون انفيزيف يبقى ايه، ما فيش اي بنتريشن للسكن خالص. طيب هل في تيست بيتم من غير ما يحصل اي بنتريشن للسكن؟ زي مثلا اليورين اناليسيس، هو انا مش محتاجه ان انا اعمل بنتريشن للايه، للسكن، يبقى ده تيست. زي برضو اللي هو الاكسيلد ايه اير، يعني مثلا زي في الاتش بايلوري او الهيليكوباكتر بايلوري اللي هي جرثومه المعده، البريسنج تيست، هو مش محتاج ان هو يعمل ايه بنتريشن للسكان. على العكس طبعا الانفيسيف ده حصل بنتريشن للسكان عن طريق النيدل مثلا او تيوبا او مثلا خد بايوبسي، خد عينه بلاد، يبقى ده كده كله حصل ايه، حصل انفيجن للسكان. وطبعا بيبقى ليه بعض الديس ادفانتجز، مثلا ان هو بيكون بين، ممكن يعمل انفلاميشن، ممكن مثلا في سحب عينه البلاد، العينه نفسها لو ما كانش فيه ستيرلايزيشن كويس ممكن يبقى سورس ليه الانفكشن.